تخيل كده لو كنت بتكسب دولار واحد كل ثانية. عارف يعني ايه؟ يعني عشان توصل لمليون دولار هتحتاج حوالي 11 يوم ونص. بس لو نفسك بقى توصل للمليار هتحتاج 31 سنة ونص عشان توصل له. 31 سنة شغال من غير ولا ثانية راحة. ومن هنا بقى بنبدأ نفهم ان كلمة انا غني ليها مستويات، يعني مش كل غني زي التاني. خليني اقولك ان في 5 مستويات مختلفة للثراء، وكل مستوى منهم بيغير شكل الحياة تماما. يعني المليونير يقدر يعمل حاجات، والملياردير ده عالم تاني خالص. في الفيديو ده احنا هنغوص مع بعض في كل مستوى من دول ونشوف شكل الحياة عامل ازاي لما الفلوس تبقى مش بس كتير، دي تبقى ارقام فلكية. هنشوف الناس دول بيصرفوا فلوسهم ازاي، وايه اغرب الحاجات اللي ممكن يشتروها، وازاي الحاجات اللي احنا بنشوف ان اسعارها خرافية بالنسبة لهم ولا حاجة. والفكرة هنا مش بس الفلوس، الفكرة في نظرتك انت للسعر، واللي بتتغير تماما على حسب انت بتكسب قد ايه. يعني مثلا لو في واحد دخله 40,000 دولار في السنة وواحد تاني بيكسب 400 مليون دولار في نفس السنة، فالفرق ما بينهم كبير تقريبا 10,000 مرة. فلو مثلا اللامبورجيني تمنها 300,000 دولار فده بالنسبة للغني العادي رقم خرافي، لكن بالنسبة للملياردير زي 30 دولار بس. ولو لوحة فنية تمنها 10 مليون دولار فبالنسبة له زي ما تكون انت اشتريت حاجة ب1000 دولار مثلا. ولو بيت جميل ب50 مليون دولار فهو شايفه كأنك انت اشتريت شقة صغيرة ب5000. كل حاجة بالنسبة له بتصغر، مش بس في الحجم، لا وكمان في الإحساس. الأغنياء اهلا بيك في قناة هاني ماني. ولو انت جديد في القناة فاحنا هنا بنقدم قصص حقيقية عن الشركات وعالم البيزنس. وحلقة النهاردة عن عالم البيزنس. الغني مش دايما بيكون بالشكل اللي الناس متخيلاه، يعني مش مجرد انك بتشتري حاجات غالية او قادر انك تعيش تجارب فخمة تبقى انت غني. لا، الموضوع اعمق من كده بكتير وليه مستويات وهنوصل لهم دلوقتي. وخلينا نبدأ باول مستوى من مستويات الثراء، واللي ناس كتير بتفتكره انه قمة الغنى، بس الحقيقة لا. انت لو دخلك اكتر من 200,000 دولار في السنة فانت من الناحية النظرية داخل ضمن ال1% الاغنى في العالم كله. والله تبقى واحد من اعلى فئة دخل على الكوكب. بس الغريب ان ده مش دايما بيخليك تحس انك غني فعلا. هتقولي ازاي؟ ما انت لسه قايل من ال1% الاغنى على الكوكب. هقولك، انت ممكن تشتري بيت محترم، عربية غالية، بس بيجي وراهم مصاريف كتيرة، اقساط وضرايب وتأمين وصيانة. فانت هنا هتلاقي نفسك مش مرتاح ماليا زي ما انت كنت فاكر. والاغلب كمان انك بتشتغل شغلانة بدوام كامل عشان يخش لك ال200,000 دولار في السنة. يعني الغنى هنا مش بيريحك، هو بس بيزود الضغط عليك. عشان كده في النقطة دي دايما بنبص على صافي الثروة مش بس الدخل. يعني عندك ايه؟ عقارات، استثمارات، مشاريع. لان الغني الحقيقي مش بيكسب من المرتب، انما بيكسب من استثماراته. نيجي بقى للغني الحقيقي واللي هو المستوى الثاني من الثراء. لو صافي ثروتك من 10 ل 30 مليون دولار، هنا بقى الموضوع بيختلف. انت خلاص مش محتاج انك تقلق على الحاجات الاساسية في حياتك. عندك بيت جميل وعايش مرتاح، بتسافر بره البلد، بتسافر درجة اولى، وفي المناسبات ممكن تحجز جناح ب2000 دولار في الليلة وانت مرتاح، والرعاية الصحية تمام، واي طوارئ مالية مش فارقة معاك. مفيش حاجة فجأة ممكن تخرب حياتك زي قبل كده. وخد بالك انت هنا لسه ما وصلتش لمرحلة ان الفلوس ما بقتش تفرق معاك. ايوه صحيح بتعيش مرتاح، بس القرارات الكبيرة لسه لازم تحسبها كويس. وفي عالم البنوك لسه ما اعتبروش انك فاحش الثراء، انت بس يا دوب غني قوي. ونرجع تاني بقى لصافي الثروة عشان ندخل على المستوى الثالث، وهو لما تكون ثروتك ما بين ال30 وال100 مليون دولار. في المرحلة دي انت خلاص طلعت وبتلعب في الدوري الممتاز. غالبا بقى عندك شركة ضخمة او على الاقل ماسك نسبة مسيطرة في شركة ضخمة. يعني انت مش بس غني، انت داخل عالم الكبار كمان. اقامتك دايما في فنادق 5 نجوم، مش بس بيت، لا عندك بيوت في كذا بلد حوالين العالم. وعادي جدا تقرر تاخد اجازة في عز الموسم، تسافر موناكو وتتفرج على سباق الجائزة الكبرى، او تروح مهرجان كام في فرنسا. ولو الأوضة اللي انت هتبات فيها ب10 أو 20,000 دولار في الليلة فولا كأنك دفعت حاجة. وبقى عندك مساعدين شخصيين، وحتى الناس اللي عايزين يوصلوا لك لازم يعدوا من خلال طقم كامل. والحاجات اللي الناس بتشوفها رمز للغنى انت ممكن تشتريها وانت مغمض. اي عربية، مجوهرات، ساعات نادرة، اي ماركة، كله متاح بإشارة منك.
وبدل ما تركب درجة أولى في الطيارة انت دلوقتي صاحب الطيارة. او ممكن ما تشتريش واحدة بالكامل، بس غالبا هتبقى مشترك في خدمة زي نيتجيتس، ودي خدمة بتخليك تأجر طيارات خاصة كأنها تاكسي في الجو. وهنا بقى في تغيير كبير بيحصل، مش بس في كمية الفلوس، لا وفي الناس اللي حواليك. الدايرة الاجتماعية بتاعتك بتتغير تماما، بتبدأ تتكلم مع أعضاء في مجلس الشعب مثلا أو مجلس الشيوخ أو قادة في المجتمع ومشاهير وكمان رجال سياسة، وبقى ليك احترام في أوساط عالية جدا. لكن الغريب إن حتى كمان في المستوى ده ممكن تحس إنك مش كفاية، لا في اعلى. يعني انت جبت الفيراري الجديده بس صاحبك عنده واحده اصدار محدود، 5 عربيات بس في العالم كله هو معاه واحده منهم. اتعشيت مع محافظ بس صاحبك كان بيتعشى مع رئيس دوله. يعني مهما عليت في دايما حد فوقك، وده بيخلينا نوصل للمستوى اللي بعده، مرحله ما بعد الفخامه. صافي الثروة من 100 مليون لحد مليار دولار. هنا انت مش مجرد غني، انت بقيت واحد من الصفوة اللي العالم كله بيسمع عنهم. غالبا عندك شركة ضخمة او اكتر من شركة الناس عارفاها حتى لو مش عارفين اسمك شخصيا. في المرحلة دي تقدر تتعامل مع اي نجم سينما عالمي او مغني عالمي او حتى رؤساء شركات جبارة، وتسافر في اي وقت لاي مكان وبالطريقة اللي تعجبك. عندك بيوت في كذا بلد، ومع كل بيت في طقم كامل شغال فيه، وعربيات فارهة ومتوزعة على كل بيت. ولو بتحب الخصوصية عادي ممكن تشتري جزيرة وتركب يختك الخاص وتعيش زي ما بتحلم بالظبط. تحب تلعب ماتش تنس مع لعيبك المفضل عادي جدا، هتكلم فريقه وتتبرع ب100,000 دولار لمؤسسة خيرية هو بيدعمها، وممكن ساعتها تلاقيه قدامك وبيلعب معاك. ده ممكن كمان يخسر لك لو عايز فرقتك المفضلة تعزف لك في حفلة يوم عيد ميلادك طبعا ممكن. ولو بتحب الفن المسؤولين يقدروا يرتبوا لك زيارة خاصة لمتحف اللوفر مثلا، تشوف لوحات نادرة عمرها ما تعرضت للجمهور من سنين. اللي تقدر تحلم بيه تقدر تعيشه فعلا. وعشان كده في المرحلة دي مش هنتكلم عن أغلى الحاجات، احنا هنتكلم عن أندر الحاجات، عن الحاجات اللي محدش يقدر يجيبها غيرك. يعني مثلا ورق تويلت من ذهب عيار 22 موجود وسعره اكتر من 1.3 مليون دولار. طيب هترمي الفلوس في الحمام؟ خد لك حمام كامل من الذهب. ازازة مية من ذهب عيار 24 جواه مية من فرنسا. اغلى موبايل في العالم ممكن يتعمل لك منه نسخة خاصة، ايفون مصنوع من الذهب عيار 24 وفي اكتر من 600 الماسة وياقوتة. عايز تشتري لازم يكون معاك اكتر من 15 مليون دولار. بس هي دي الفكرة بقى، في المستوى ده مش مهم الفخامة، المهم الندرة والخصوصية. يعني ممكن تشتري قلم إصدار محدود سعره 160,000 دولار جواه 4810 ماسة وبيتعمل منه 8 قطع بس في السنة كلها. ولما تحب تروح بعيد بقى في مليارديرات يقدروا يشتروا فنون مش لوحات، زي قطعة القرش الميت بتاعت دايمان هيرست اللي اتباعت ب12 مليون دولار. تخيل مثلا انك بتحب البيانو، طيب ايه رأيك لو اقولك ان في بيانو كريستالي وهو نفس البيانو اللي اتعزف عليه في افتتاح اولمبياد بكين، اتباع في مزاد خاص ب3.2 مليون دولار. ملايين عشان آلة موسيقية. لان في المستوى ده من الغنى اللي بيحدد انت هتعمل ايه هو خيالك. لكن تعالى بقى نروح لآخر سلم في مستويات الثراء، المالتي ملياردير، الناس اللي عندها صافي ثروة بمليار دولار أو أكتر. قبل ما نحكي هم يقدروا يعملوا إيه لازم بس نبقى عارفين إن الرقم ده مش صغير خالص. في سنة 2021 مجلة فوربس قالت إن في حوالي 2755 ملياردير معروفين في العالم، وطبعا ممكن العدد الحقيقي يكون اكتر بكتير. في ناس عندها ثروات عائليه قديمه وبيرفضوا ان هم يطلعوا في القوائم دي اصلا. تخيل ان المليارديرات دول مجموع ثرواتهم بتوصل ل 13.1 تريليون دولار. يعني اغنى 2755 شخص معاهم اكتر من اللي مع افقر 5 مليار بني ادم. طب خليني اقرب الصوره اكتر. في مثل مشهور معمول بكيس رز بيوريك الفرق ما بين المليار ومئات المليارات زي اللي مع جيف بيزوس وإيلون ماسك. الفرق بينهم وبين المليار العادي زي الفرق بين فيلا في التجمع وشبكة طرق كاملة لمدينة. يعني حتى في عالم المليارديرات في طبقات، وطبقات مهولة كمان. بس خلينا نسأل السؤال اللي يهمنا، لو معاك مليار دولار هتعمل ايه؟ اقول لك هتعمل اي حاجة، اي حاجة حرفيا. مش بنتكلم عن عربية غالية او جزيرة خاصة، لا انت بتشتري الوصول. تقدر تطلب من موظفينك ان هم يوصلوك باي شخص على الكوكب، وفي خلال ساعة بتكون عملت معاه مكالمة. مش بس مشاهير، انت ممكن توصل لناس تقيلة في السياسة زي وزراء ورؤساء دول وصناع قرار. وده ليه؟
لانك غالبا متبرع كبير لحزب سياسي، وبمجرد انك ملياردير فده يخليهم يقابلوك بكل الترحيب. ومن هنا بندخل على مستوى تاني مختلف تماما، النفوذ. وهنا انت بتقدر تؤثر في القوانين وبتساعد في تغيير السياسات وتدفع عشان تخفض الضرائب، او ببساطة تفتح ابواب ما كنتش تحلم انها بتتفتح. بس مش دايما التأثير ده بيكون شرير، في مليارديرات بيستخدموا دايما فلوسهم في الخير وبيغيروا حياة ناس ملهاش عدد. بيقدروا يبنوا مستشفيات ويحفروا ابار في قرى ما فيهاش ميه، او ينقذوا طفل مريض، او انهم يحموا حيوانات مهددة بالانقراض. الفلوس هنا مش بس وسيلة رفاهية، دي وسيلة تغيير حقيقي في العالم، ويمكن ده يكون أكبر فرق بين الغني والملياردير. وفي الآخر الفلوس مش بتشتري كل حاجة، الصحة مفيش فلوس تمنعك تمرض، الموت مفيش ملياردير يقدر يهرب منه، إنك تفقد ناس بتحبهم وجع مش بيروح بأي حساب بنكي. وعشان كده لو أنت بتتفرج على الفيديو ده وحاسس انك فقير فممكن تعيد التفكير، لان الحقيقه بمجرد انك بتتفرج على الفيديو ده فده معناه انك عندك نت، عندك جهاز بتتفرج منه، وعندك سقف فوق راسك، واكل في التلاجة، وهدوم ستراك. وهنا انت اغنى من 75% من الناس اللي عايشه على الكوكب ده. وده بالظبط اللي الفيديو كان عايز يوصله لك، ان مفهوم الغنى او الفقر مش بسيط، ومش فيه اغنياء وفقراء بس، ده فيه سلم طويل وفيه مستويات، وفي دايما حد تحتك ممكن بيكون بيحلم انه يبقى مكانك. واخيرا عايز منك لايك على الفيديو وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتستنى الفيديو الجاي. وشكرا جدا على المشاهدة، ويا رب تكون استمتعت. سلام.